لا تكتفي بالصيام، بل زينه بالقيام، وزده حلة بتلاوة القرآن، وأحطه بسائر ألوان البر والخير والإحسان. وإني لنفسي ولكم يا إخوتي الكرام ناصح أمين: نقوا قلوبكم من الضغائن والأحقاد والآثام. بالله عليكم نصيحة أخ محب مشفق: اغسلوا قلوبكم بماء التسامح، اغسلوا قلوبكم بماء الحب، نقوا قلوبكم من أشواك وأدران الخلافات والخصومات ومآثر الدنيا، لتملؤوها ولتشحنوها بماذا؟ لتشحنوها بحب الله وبطاعة الله وبذكر الله. وانأوا بأنفسكم في هذا الشهر الفضيل، انأوا بأنفسكم عن كل ما يشغلكم عن الله، عن كل ما يشغلكم عن الصيام وعن الصلاة وعن القيام وعن تلاوة القرآن وعن البر والإحسان. ورطبوا ألسنتكم بذكر الله، أكثروا من ذكر الله، فشهر رمضان هو شهر ذكر لله تعالى، والله يحب الذاكرين ويباهي ملائكته الكرام بالذاكرين. جعل الله وإياكم من الذين وفقهم لصيام المتقين، فصامت قلوبهم وصامت عقولهم وصامت جوارحهم واستقامت على منهج الله وسارت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.